اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمننا عليكم، وحشني والله من اخر فيديو نزلت. بشكركم على كومنتاتكم الحلوه ودعواتكم الحلوه. بشكر كل اللي دخل لي في القناه جديد. بصوا الفيديو اللي فات كان حلو خالص، يعني عليه المشاهدات وكده، وكمان كان فيه مشاهدات وكان فيه متابعين بتدخل لي جداد، رغم ان هما شويه متابعين صغيرين، بس الحمد لله فضل ونعمه. بص فرحانة، والله فرحانة لما حد بيعلق لي جديد كده. يعني لما بفتح كده، بصوا انا ما بحبش اتفرج على القناة على طول، لاني بصراحة يعني بصوا بنزهق لما بشوفها معلهاش مشاهدات وكده. عشان كده انا ما بردش على كومنتاتكم على طول، عشان انا ما بفتحش القناة. يعني انا بصوا ببص بس بغمض عيني كده، ومثلا ساعات برفع الفيديو تاني. ما بحبش بقى ان انا ايه، بص على استوديو اليوتيوب وكده، ان انا اشوف مثلا حد دخل لي جديد في القناة وكده. تعليقاتكم كده يعني، والله بس برفع الفيديو وخلاص. بالليل بقى، مثلا انا رفعته الظهر وكده، ببص عليه بالليل. مثلا رفعته بالليل ببص عليه تاني يوم الظهر او كده، او تاني يوم بالليل كمان. ما بحبش بقى ان انا اقعد لما ابص بقى. بفرح بقى لما حد جديد كده يخش لي في القناة وعلق لي، بصوا بتبقى الدنيا مستيعاني من الفرحة. لاني صراحة انا بصوا يعني اكتر حاجة بحبها حبكم ليا يعني. مش ان انا ما عنديش مشاهدات، مش ده كله والله العظيم، مش حكاية حاجة من دي خالص. انا فاتحة القناة اي نعم، يعني نفسي تنجح ونفسي اشوف افرح بيها كده وبنجاحي. وكمان تكون باب رزق ليا كده انا واولادي. بس بصراحة اكتر حاجة حب الناس، يعني ان انا حباها ان يكون ليا وسط صحاب كده واخوات زيكم، غاليين كده على قلبي وبحبوني وبقدروني كده وبقدروا التعب اللي انا بتعبه. ده بقى عندي بالدنيا، يعني مش حكاية مشاهدات، وده كله وده كله بإرادة ربنا، يعني وقت ربنا ما يريد ان شاء الله ربنا هيريد كده، والقناة هتنجح بيكم. وليكم احلى اخوات في الدنيا طبعا. يعني بصوا انتم الأساس يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانتوا الدعم الكبير ليا. وإن شاء الله هنكون عيلة كبيرة كده. وبصوا عمره في حياتي والله العظيم أوعدكم إن أنا بصوا آه، أقدركم كده وأرد على كومنتاتكم وأحبكم كمان. لأن بجد انتوا يعني انتم أساس القناة في الأول وفي الآخر. انتوا اللي يعني انتوا اللي هتكبروها، وانتوا اللي خلوها توصل ان شاء الله باذن الله. بص انا بس مش طمعانه، انا بس نفسي يكون ليا متابعين حلوين زيكم كده، عيله كبيره. عشان كده بقى ايه، بفرح لما حد يخش لي في القناه وكده جديد. تعالوا بقى نبدأ كده الروتين بتاعنا. يعني أنا بديت من فترة بس حبيت أتكلم معاكم برضو. النهاردة بقى هنروق أوضة الولاد معاكم، وكمان هنعمل كنت جايبة شوية مشتريات كده هشاركهم معاكم برضو. وكمان إيه، هنعمل كيكة الشوكولاتة هنعملها مع بعض في آخر الفيديو كده. أنا بحاول إيه أطلعكم من المطبخ، يعني بحاول يكون مثلا أكل طبخة يعني كده، حاجة حلوة أعملها معاكم برضو. ترويج كده في البيت وكده. واحدة يعني من المتابعين وكده قالت لي ايه، ما تقوليش عليها شقة، بس هي والله شقة يعني. هي في الدور الارضي، بس دي شقتي اللي انا متجوزة فيها. بس يعني ايه، مش بيت عيلة. بيت عيلة بيكون ايه عند حماتي وحماية وكده، بس دي شقتي. كانت بيت ارضي وكده. هي بتقول لي قولي عليها بيت، لان هي مش طبقات، يعني مش مثلا ادوار فوق بعضها. بس هي البيت ادوار فوق بعضه، بس فوقي انا سلفتي فوقي كده يعني. البيت مبني فوقه برضه، مش هو دور ارضي بس. عشان كده بقول عليها شقة وكده يعني. لكن هي ما هي بيت عادي زي شقة كل واحد يعني. المهم حاجة وخلاص عايشين فيها والحمد لله. فضل ونعمة. بصوا يعني النهاردة بقى ايه، هنروج معاكم كده الشقة او البيت، ما تزعليش يعني لو انت. بصوا انا كنت بعمل كوبايه شاي، هنجيبها الاول وبعد كده نرجع نكمل لكم الفيديو من تيجوا معاكم كده. بتمنى كده تقومي تعملي كوبايه شاي حلوه كده او كوبايه قهوه بتاعتك، وتيجي تسمعي الفيديو بتاعي على رواقه كده. ولو وراكي حاجه تقومي تعمليها زي ما انت حابه يعني. او وراكي صلاه كمان قومي صليه كده، وتعالي كملي الفيديو بتاعي عشان نتشجع من بعض كده. بصوا احنا ما بنعلمش بعض، احنا بس بنتشجع من بعض. تمام. هنروح بقى نجيب كوبايه الشاي وكده ونشربها، وانا بمنتج الفيديو بحب صراحه اعمل يعني الشاي وانا بقى ايه بمنتج الفيديو كده.
بصوا هنا بقى بعد ما عملت الشاي كده جبتها قدامي كوباية الشاي دي. بص بقى وكوباية القهوة كده، ولو وراكي حاجة تعملي كوباية قهوة كده تصحصحك. وكنت والله انا صراحة يعني ايه، بحب القهوة. ما عادتش بتأثر الواحد لما بيشربها كده، ما عادتش بتأثر. كانت الأول نفضل فترة طويلة كده على ما يجيلي نوم وكده. دلوقتي بشربها ما عادتش بتأثر ان انا ايه افضل صاحية وكده. والله بصوا القنوات اصلا اللي عندها قناة وكده عارفين كلهم، بصوا حاجة متعبة يعني بجد والله. بتكوني بقى ايه، لازم ان انت تنزلي الفيديو، لازم كل يوم عايزه تصوري. بصوا انا بصور الفيديو وبغيب فيه، بصوا مش عايزه اقول لكم، لكن لما ما بصورش وكده بحس ان انا بخلص الشغل بسرعه يعني. لان طبعا بتضطري ان انت توقفي الكاميرا، تفتحي الكاميرا كده يعني، بياخد وقت برضه. بصوا انا صراحه بيجي عليا ايام نقول ان انا مش عايزه اصور، مش عايزه مثلا يعني القناه وكده. لا بس دي حاجة بقى بقت خلاص يعني. بص بقت مسؤولية كده منك ان انت لازم القناة تنجح، لازم برضو تصوري وتعملي. يعني ما بشجعش حد صراحة، انا يعني اللي عايز ينزل ينزل، يعمل قناة يعمل يعني. بس بعد ما بتعمليها وكده خلاص بتبقى مسؤولية، لازم ان انت ما بتقدريش ان انت تستغني عنها. لكن انا بشجع يعني، لو انا كنت اعرف ان المسؤولية جامدة كده ما كنتش عملت قناة صراحة يعني. بس ده هدف عندي انا بصراحة، بحب التصوير وبحب الحاجات اللي انا بعملها دي. عشان كده حابة ان انا ايه، بالي طويل يعني. القنوات والحاجات دي عايزة بال طويل، بصوا بال طويل خالص كده عشان طبعا تنجح. والله العظيم وانا ما بملش منها ولا حاجة، بس كفاية انتوا بس دعمكم ليا كده وكفاية حبكم ليا. بس ساعات الواحد ما بيبقاش فاضي يعني، بنبقى عايزه انزل لكم كل يوم فيديو بس ما بنبقاش فاضيه. بس دلوقتي بقى انا كده اظن كده انا بنزل لكم يوم ويوم، ساعات كل يوم يعني ايه، على قد ما بنقدر وكده تمام. بتمنى ترويج الأوضة يكون عجبكم. أنا روجتها كده وخليتها زي الفل. بصراحة أنا كنت يعني مروجاه، كنت عايزة ألم الفرشة وكده ونمسح تحتها، بس لقيتها نظيفة يعني. وبصوا الطبلية اللي انا بحط عليها الكتب بتاعت الولاد دي بصراحة مكركبة لي الدنيا. بصوا نفسي كده ان انا نجيب مكتب للولاد ودولاب كده في الأوضة برضو. يعني أوضة شاهندة بنتي واسعة، هننقل فيها السريرين دولت بإذن الله ان شاء الله. وايه وهجيب برضو اللي هو دولاب أوضة نوم ليها يعني، احطها مكان أوضة الولاد وكده، ونقول أوضة الولاد مكان أوضتها يعني، لأن هي واسعة تاخد السريرين. وعايزة برضو أجيب لهم مكتب بإذن الله. ادعولي كده إن أنا أحقق اللي أنا بحلم بيه، وإن شاء الله بإذن الله هعمل لهم يعني قريبا يعني قريب يعني تمام. هنا بقى بص كنت جايبة شوية مشتريات في واحدة يعني عندنا بتجينا وكده عند البيت، بنشتري منها الحاجات اللي ايه بتكون نقصانة وكده في الأسبوع. هي بتيجي كل يوم جمعة. الروتين ده اصلا يعني كان الحاجات اللي انا شاريها دي كانت يوم الجمعة. الفيديو بحاله كان يوم ايه، كان يوم الجمعة وكده كنت عاملاه. إيه ما نزلتهولكوش بقى غير ايه النهارده يعني، مش عارفه كنت منتجاه يوم ايه، يوم لحد، وان شاء الله انزله لكم يوم الاثنين. إيه ده بقى كنت جايبه ايه، كنت جايبه شويه مكرونه كده، كان ناقصني مكرونه اللي هي الجلام دي، كنت جايبه كيلو مكرونه برضو صغيره كده، كمل من اللي عندي يعني. بصوا الحاجات اللي بتبقى ناقصاني بجيبها، وبجيب بزياده كمان، لان ما بحبش ان ايه الحاجه تكون ناقصه عندي وكده. دايما بحب ازود عشان لما ما تجيش ايه نشتري الحاجه مره واحده تبقى بمبلغ يعني جامد وكده تمام. هنا بقى جبت كيس الملح ده برضو كان ب30 جنيه. والمكرونة، وكنت جايبة عدس برضو، عدس اللي هو الأصفر دي، وعدس بجبة. وايه تاني يا ربي، وكنت جايبة بقى كلور وصابون برضو لا إله إلا الله. بصي ده كان ترمس كنت جايباه في العيد بس ما عملتوش للأسف، سهيت صراحة يعني. بصوا الحاجات دي اللي عندي دي، بصي عاملة زي العلب بتاعت التلاجة وكده. هي الحاجة دي عندنا بنسموها برنيكة يعني. البرنيكة دي بنحط فيها سفندي، بنجيب فيها تفاح كده يعني. بستعملهم بقى، ما بحبش ان انا ارمي حاجة صراحة، كل حاجة كده بحتاجها يعني. بمسكهم نغسلهم كده وبحتاجهم في اي حاجة. دي بقى بتنظم لي الحاجات دي كده يعني. انا بما ان مطبخي بسيط وكده كل حاجة فيه بسيطة، دي بقى بتنظم لي كل حاجة كده تمام. حطيت الملح كده وبرضو المكرونة والحاجات دي. وكنت جايبه برضو بصي اللي كانت فوق دي كانت ملحوسه مطربه شويه كده، لان بجد هي كانت تحت يعني ما خدتش بالي منها.
باحب إن أنا دايمًا بُصّوا لمّا باخلّص ساعات باخدهم يعني إيه، أشطفهم شطفة تحت الحنفية، هُم ما بيكونش عليهم غير عفرة بس، لإن هُم مش حاجة موسخة أو كده يعني، هو عفرة بس كده من ركنتهم، إن دايمًا كل حاجة بتبقى فيهم كده منظماها يعني، تمام. كنت جايبة برضه اللي هي دال كده الكاكاو، وكنت جايبة نشا وسميد من بتاع اللي هو بتاع البسبوسة، باحب إن أنا أجيبه فرط وأعمله كده، وكنت جايبة فلفل أسود برضه. بس بصراحة أنا والله مناسية أسعارهم يعني، ودول صابونتين كده، وكان ليا في دي برضه بتاعة المواعين. باحب إن أنا إيه، رغم إن أنا عندي واحدة بس باشوف الحاجات دي باحب إن هي يكون عندي بزيادة يعني، عشان إيه الحاجة دايمًا تكون في بيتِك أحسن يعني، تمام. إحنا عندنا في البيت وكده والله العظيم لمّا بيكون في حاجة يعني مش عندنا وكده، يعني عمامي، نسوان عمامي وكده، عمام جوزي يعني، كلنا إحنا بيت واحد، لمّا بتبقى حاجة يعني أنا عايزاها وكده باروح أجيبها من عندهم، هم لو عايزين حاجة بياخدوها من عندي، يعني كله البيت كله واحد يعني ما بين إيه، عندنا عادي كده يعني كلنا على بعض بنحب بعض وكده، وأي حاجة عندنا عند غيرنا كل واحد يعني، تمام. هنا بقى دخلت عملت برضه كيكة. اللهم صل على النبي. كانت شاهندة بنتي عايزة كيكة بالشوكولاتة، بجيلها بص يوم او يومين كده، يومين. انا صراحة بحب لما ولادي يطلبوا مني حاجة ما بحبش اتأخر عنهم يعني زيادة عن يوم او يومين. هي طلبتها مني، هي بتعملها صراحة حلوة خالص كده، ساعات بتعملها على عين البوتاجاز في الطاسة كده. انا صراحة بقى هي بتعملها بحبها لما بتعملها يعني وبناكلها وكده، بتعملها لنا سخنة كده. ما بتاخدش بص 5 دقايق على البوتاجاز، هي بتعملها بس هي مش فاضية اليومين دول، عندها مذاكرة في تالتة اعدادي. ادعوا لها كده ان ربنا يوفقها ويوفق كل اللي زيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ما بتفضاش بقى تعمل حاجة خالص، ساعات كانت بتعمل دوناس، كيكة بالشوكولاتة، بتعمل حاجات والله. بس قلت لها بقى في الأجازة بصوا هنطلع القديم والجديد عليكي، لأنك انتي بص ما بتعمليش حاجة خالص يعني. هي صراحة كانت بتساعدني في البيت وكده، بس أنا قلت لها لما تخلصي السنة يعني تالتة إعدادي وكده بإيه تساعديني بقى في الأجازة. عايزة برضو أحاول إن أنا إيه أعلمها كل حاجة كده، هي بتعرف تعمل بانيه، تعمل يعني مكرونة، تعمل حاجات من دي، لاني ما دخلتش في الطبيخ بقى والمحشي والحاجات دي. ممكن تساعدني بس في المحشي وكده، لما ايه نعمل له الصلصة بتاعته وكده، تمام. لكن هي بتعرف تعمل كل حاجة. بس برضو لما نعلم ولادنا مش شرط يعني هم بذاكروا والحمد لله، بس لازم نعلمهم برضو حاجات ياما يعني. هنا بقى بصوا عملت الكيكة دي ازاي، انا هوريكم الصينية. بصراحة كنت جايباه في اول فيديو بس مش عارفة المقطع ده راح فين. ممكن تقدموا شوية تشوفوا اللي هو الجانب اللي انا هعمل بيه المقادير دي يعني. عندي كوباية ونص من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت، اللهم صل على النبي، كوباية سكر. ده كله بنحطه في الخلاط. عندي بقى معلقتين كبار كاكاو، و عندك شوكولاتة حطي كده يعني. بصوا كيكة الشوكولاتة اصلا مش محتاجة حاجة. وعندي برضو بيضتين، ورقتين فانيليا، ورقة بودر. وده كله بقى بنمسك واحدة واحدة كده، احط الدقيق لحد القوام ايه ما يكون مناسب يعني. بصوا القوام الحاجات اللي انا حطيتها دي بشيل منها كوباية كده. بصوا هي كانت خفيفة خالص، الصوص لما نزلته كان خفيف. قبل ما تحط البيض تشيلي كوباية منه يعني عشان تحطها على الوش وكده، كان خفيف. قلت ايه لا انا مش حابه ان انا نكتر كاكاو يعني في الخليط وكده. قلت بعد ما اخلص هنزوده تاني، مثلا عندي شوكولاته احط عليه، عندي كاكاو واحط عليه زوده ونخليه قوامه يعني زي الشوكولاته كده، تمام. هنا بصوا الكيكه كانت تقيله معايا شويه، حطيت لها معلقتين حليب، خفت الكيكه معايا شويه يعني. دي بقى الجارب اللي انا هعمله، الجارب الوسطاني من دي يعني، من الثلاث جوارب دول بيبقوا ثلاثه. ده الجانب الوسطاني. بعمله بالمقادير ده يعني، كوباية ونص من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية سكر. وبتمسكيهم تضربوهم في الخلاط، عليهم معلقتين كاكاو، تشيلي منهم مثلا كوباية صوص وكده، وبعد كده تحطي بيضتين وورقتين فانيليا، وتضربي الخليط كله في بعضه كده. وبعد كده ايه تنزلي بقى بالمضرب اليدوي، تحطي واحدة واحدة الدقيق لحد ما يعمل معاكي القوام الكيكة الحلو ده، تمام. بترجعي بقى الصينية او الجانب اللي انت هتعملي فيه تبطنيه كده، بطنيه بالزيت والدقيق عشان الكيكة ما تلزقش منك وكده، تمام. وتفضلي بقى ايه تظبطي الكيكة بتاعتك وكده على فرن بقى 160 180 على حسب. انا صراحة بحطه في الفرن اللي هو الفرن البوتاجاز.
باحط الشبكة في الرف اللي قبل الأخراني، باحطها وباخلّي النار حاجة بسيطة كده زي الشمعة كده، أقل من الشمعة كمان، تمام. حطيته بقى كده وما اولّعلهاش من فوق، بصوا كانت جافة وكانت زي العسل وطرية خالص، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى بتطلعيه، اللهم صل على النبي، بتطلعيها من البوتاجاز، تسيبيها تهدي بس تهدى بس 5 دقايق كده، وبعد كده تنزلي بالصوص. بصوا الصوص انا تجلته شوية وكنت حاطاه في التلاجة. بتبتدي بقى تحطيها كده وترجعي تاني تحطها في التلاجة تصقع، وبعد ما تصقع بقى تطلعيها وتخرطيها. بألف هنا وشفا على قلوبكم كلكم كده، احلى اخوات في الدنيا. وكده كان الفيديو بتاعنا روتين اليوم يعني. بص انا بدخل المطبخ بقى، بحب ان انا ايه افتح الكاميرا معاكم واعمل كل اللي انا بعمله، والله ده كون كله يوم الجمعة. وعملت كمان كنت عاملة بانيه من اللي انا كنت مفرزاه معاكم. غدانا يعني كان شوية مكرونة كده، وجليت برضو شوية بانيه من اللي انا كنت مفرزاه. ما عملتش بقى معاكم الغدا وكده. وبقى ده كان روتين اليوم، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك لو اول مرة تشوفوا قناتي. وبتمنى كده كل اللي بيدخل لي جديد في القناة يعلق لي كده ويعرفني ان هو من انهي بلد، او يعرفني ان يثبت لي وجود، مش يثبت لي وجوده والله مش على حاجة. انا بفرح صراحة لما اللي بيدخل كده في القناة بكومنتاتكم، من كومنتاتكم الحلوة اللي بتكتبوها لي دي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ويخليكم لي يا رب، ويسعدكم ويحل ايامكم كلها يا رب، يخليها كلها سعادة كده، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان حقق لكم كل اللي بتحلموا بيه، كل اللي بيحلم بأمنية كده ربنا يحققها له، وكل اللي بيحلم بطفل ربنا يبعته له كده ويكرمكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويوفقكم جميعا كده، ووفقني برضو، وادعوا لي كده دعوة حلوة منكم، ولكم بالمثل اضعاف اضعافها، بجد والله من قلبي. بصوا القلب للقلب زي ما بيقولوا، القلب للقلب يعني. وهنا كانت الكيكة يعني، بصوا حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون عجبتكم والروتين كله يكون عجبكم. واستنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله، مع السلامة.